السلام عليكم ورحمة الله. هضرنا على العقار الغير المحفظ. قلنا بأنه واحد العقار اللي ما كيتطبقش عليه حتى شي تشريع خاص، حتى شي قانون خاص، بحال العقار المحفظ ولا العقار المحدد إداريا ديال الدولة ولا ديال الجماعات السلالية. وقلنا بأن الملكية ديال العقار الغير المحفظ تكتسب بالحيازة. باش تملك العقار الغير المحفظ تيخصك الحيازة. وهضرنا على الحيازة شنو هي السيطرة على هذا العقار بنية امتلاكه. وهضرنا على الشروط ديال الحيازة، الشروط القانونية ديالها. دابا غادي نشوفوا التوثيق ديال هذه الحيازة. التوثيق هو نديروا الوراق، نصوبوا الوراق، نكتبوا هذه الحيازة. إلا عندك واحد العقار غير محفظ وعندك الحيازة ديالو حسب الشروط اللي قلنا، ما عندك ما دير بشي ورقة. ما كاين اللي غايقول لك جيب شي ورقة. المادة 242 ديال مدونة الحقوق العينية كتقول: لا يكلف الحائز ببيان وجه مدخله. ما غاديش نقولوا الحائز ديال واحد الملك، ديال واحد العقار غير محفظ، ما غاديش نقولوا ليه منين جاك، ما غاديش نقولوا ليه الوراق، ما غنقولوا ليه والو. واش عنده الحيازة القانونية على حسب الشروط اللي قلنا، الله يسخر ليه، هذاك العقار راه ديالو. غير كان الانسان كيحتاج التوثيق ديال الملكيه ديال العقارات الغير المحفظه في بعض الامور. غادي نذكروا منها 3 ديال الحالات ونقولوا: اولا التوثيق شنو هو؟ التوثيق ديال الملكيه هو انك كتمشي عند جوج عدول، كتدي معك شهاده اداريه ديال القيد تنفي الصبغه الجماعيه والحبسيه واملاك الدوله وغيرها عن عقار، وكتدي معك 12 شاهد. وديك الساعه هادوك الجوج العدول كيصوبوا لك رسم الملكيه العدلي، وكاين اللي كيسميه عقد الاستمرار، لان الحيازه مستمره حسب الشروط ديال الحيازه اللي شفنا في الحلقه الماضيه. هذا هو التوثيق ديال الملكيه، كتصوب رسم الملكيه ولا عقد الاستمرار ديال الحيازه ولا ديال الملكيه بناء على اللفيف العدلي 12 شاهد زائد شهاده اداريه من السلطه المحليه. القيد كيقول بان هذه الارض راه ماشي ديال الدوله، ماشي ديال الجموع، ماشي غابه، ماشي ديال الجماعه الى اخره. وهذا التوثيق يعني كنصوبوا رسم الملكيه العدلي. اول حاجه فاش كنحتاجوه كتقولوا الماده 242: في حاله نزاع، الا جا شي واحد برصتك قال لك هذا العقار راه ديالك، يا ربي هذا العقار راه ديالي، جا برصتك قال لك هذا العقار راه ديالي، ومشى قيد بك في المحكمه وجاب واحد الحجه. هذا هو المشكل، الا جاب الورق باش كيملك تيقول لك هذاك راه ديالي، ها الورق ديالو. ديك الساعه ضروري تبين المحكمه منين جاك هذا العقار، ضروري تبين الوجه ديال المدخل ديالك، منين جاك هذا العقار، منين جاك. وهنا ضروري دير رسم الملكيه العدلي ديالك اللي هو التوثيق ديال الحيازه ديالك ديال الملكيه ديال العقار الغير محفظ. الا دعاك شي واحد وحط الوراق تيقول هذا العقار راه ديالي، اشنو اللي خصك دير؟ خصك تمشي عند العدول وتقول لهم يصوبوا لك رسم الملكيه، رسم الملكيه العدلي ولا عقد الاستمرار، باش تدافع على راسك امام المحكمه. لان الماده 242 ديال مدونه الحقوق العينيه كتقول لك فعلا انت حائز على هذا العقار الغير محفظ. ما كاين اللي غايقول لك جيب شي دليل
ولا شي ورقه، ولكن الا هذاك اللي دعاك جاب شي حجه، راه حتى انت خصك تجيب الحجه ديالك ضد الحجه ديالو. ها الحاله الاولى فاش كنحتاجوا التوثيق ديال الملكيه ديال العقارات الغير محفظه. الحاله الثانيه الا بغينا نفوتوا هذاك العقار، بغينا نفوتوه، يا اما نبيعوه ولا نتصدقوا به ولا نوهبوه، تفويت كيخرج من يدنا وكيمشي عند واحد اخر. باش هذا التفويت يكون قانوني ضروري الكتابه ديالو، ضروري نكتبوه. الماده 4 ديال مدونه الحقوق العينيه كتقول يجب ان تحرر تحت طائله البطلان جميع التصرفات المتعلقه بنقل الملكيه. تفويت، بغيتي تبيع ضروري خصك دير رسم الملكيه، توثق هذيك الملكيه. بغيتي تصدق بداك العقار على شي واحد ولا شي وحده، ضروري تصاوب رسم الملكيه. بغيتي توهب اي تصرف اللي كتعلق بنقل الملكيه، ضروري تصاوب رسم الملكيه هو الاول، عاد ديك الساعه بيع. علاش؟ لان المهني اللي غيكتب لك هما 3 ديال المهنيين: العدول ولا المحامي ولا الموثق النوطير. ملاحظه: النوطير ما كيكتبش في العقار الغير محفظ، كيبقى العدول مع المحامي. النوطير عطاه القانون يكتب في العقار الغير محفظ، ولكن هو ما كيكتبش لان المسؤوليه ديالو كبيره وما كيزعمش يدخل في المشاكل ديال العقار الغير المحفظ. يا ربي غير يتكافى مع العقار المحفظ. باش يكتب لك العدل ولا المحامي واحد العقد ديال البيع ولا صدقه ولا هبه، الهبه والصدقه كيكتبهم غير العدول، المحامي ما كيكتبش الهبه والصدقه. المحامي يلاه كيكتب البيع ولا القسمه ولا التسليم، الهبه والصدقه ما كيكتبهمش المحامي. باختصار، الا بغيتي تكتب عند واحد المهني شي حاجه على العقار الغير محفظ، تيقول لك جيب لي باش كتملك. هاد ديك الساعه ضروري تصوب رسم الملكيه اللي هو كتوثق الحيازه ديالك، كتوثق الملكيه ديالك. هذا الحاله الثانيه. الحاله الثالثه: مسك عليك الله، عندك شويه ديال الفلوس، بغيتي تصاوب الوراق ديالك العقار ديالك، عندك الفلوس غير شقات لك تصاوب الوراق ديالك، الله يسخر. غادي تمشي عند العدول وتقول لهم غادي نصوب رسم الملكيه، هما غيقولوا لك اشنو غدير. غادي تجيب لهم شهاده اداريه من عند القايد، وغادي تجيب 12 شاهد وغيصوبوا لك رسم الملكيه العدلي اللي هو التوثيق ديال الملكيه ديال العقارات الغير المحفظه. اذا شفنا 3 ديال الحالات فاش كنبغيو نوثقوا الملكيه اللي هي كنصوبوا رسم الملكيه العدلي عند العدول. اولا في حاله نزاع، وهذاك اللي كيتنازع معنا جاب شي حجه، جاب شي ورقه، جاب شي حاجه. الحاله الثانيه بغينا نفوتوا هذاك العقار. الحاله الثالثه بغينا نصوبوا الملكيه ديالنا حيت عندنا شويه د الفلوس وبغينا نصوبوا الملكيه. نزيد الحاله الرابعه، بغينا نحفظوا هذاك العقار اللي بغى يحفظ العقار ديالو، ضروري يصوب ليه رسم الملكيه الا ما عندوش العقود ديال التفويت وما عندوش الملكيه ديال هذاك اللي باع ليه مثلا. اشكركم جزيل الشكر.